ازيكم عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بألف خير. ايه بقى يا دعاء اللي هتعمليه لنا النهارده؟ الحقيقه من الاسك اللي احنا عملناه امبارح كان في حد من اللي بيسالوا فطلبوا مني ان قبل كده يا دعاء انت عملتي المبكبكه، ممكن تعملي فيديوهات ليها علاقه مثلا بالاكلات من وقت للتاني. فالحقيقه انا معرفتش ان انا انزل لهم كلمه، فلقيت النهارده ان انا كنت هعمل كبده، فحبيت بقى اوريكم الطريقه اللي انا هعملها بيها. وعايزه اقول لكم انه الكبده دي كبده مش فراخ ولا كبده اللي بتتجاب من الجزار، هي كبده الديك الرومي. عايزه اقول لكم انه كبده الديك الرومي شبه بالظبط، القلب بتاعه بالكبده شبه بالظبط اللي احنا بنجيبها من عند الجزار، اللي هي البقري الجاموسي وقت الذبيحه. تمام. وطبعا هعمل جزء من القوانص بتاعتها. الحقيقه القوانص انا غسلتها بالليمون وبالخل وخليتها زي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اما بالنسبه للكبده انا دي من كتر ما هي شبيهه لبتاعه الجزار، طبعا انتوا عارفين الكبده البلدي اللي بنجيبها من الجزار ما بتتغسلش، واي حد بيقول انها بتتغسل لا يا جماعه، اولا لما بتتغسل بتفقد القيمه بتاعتها وكمان بتزفر، فما ينفعش خالص ان انتوا تغسلوها. فدي انا كنت بفكر على اساس ان هي بقى مش الكبده بتاعت الجاموسه والكلام ده، فممكن خدت حته قلت اغسلها كده، لا ما نفعتش. مش زي الكبد والقوانص بتاعت الفراخ بنغسلها بالليمون والخل، لا خالص. فقطعت الكبده من غير غسيل، تمام، وبحطها هنا عشان لو في اي حاجه تصفي زي ما انتم شايفين، لكن ما بتتغسلش. فحبيت بس اعمل لكم الانترو دي واقول لكم انا هتكلم ايه، ويلا نخش على المقادير اللي هقوم بالعمايل وتنفيذها. يلا بينا. اول حاجه هبتدي ان انا اعملها هي بقى سر الخلطه اللي هعمل بيها الكبده دي. ايه السر بقى؟ هي ده الاساس اللي انا هفضل شغاله عليه، وهو دوت اللي هيديني الطعم وهيطعم معايا الكبده والقوانص. طبعا انا مش هعملها بالطريقه التقليديه اللي هو احط ملح واحط فلفل اسود مع حته سمنه وكزبره واقلب، لا. اولا بتجيبي بقى الهون وتجيبي الفلفل الاخضر اللي انت مقطعاه بالمنظر دوت، وتقومي جايبه عندك التوابل كالاتي. اول حاجه هنحط كده هوت معلقه من الملح زي ما انتم شايفين. اوكي، هنحط ايه تاني؟ هنحط معلقه من الكزبره. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو، اهي معلقه الكزبره. بعد كده اهوت هنحط معلقه من الكمون، وكمان اهي المعلقه من الكمون. يبقى انا حطيت فلفل اخضر ومعلقه كمون ومعلقه كزبره ومعلقه ملح، وطبعا هنحط معلقه ثوم. يلا بينا. ومعلقه كده محترمه من الثوم المفروم زي ما انتم شايفين. ونقوم عاملين يا دعاء ايه بعد كده؟ هو كل المكونات دي هندقها وهوريكم شكل ال يعني بعد بقى الدق وهنعمل ايه وهحط عليهم ايه. يلا بينا. زي ما انتم شايفين خلاص انا كده اهوت يعني ايه، خلصت الدق زي ما بيقولوا. تمام. هعمل ايه؟ هحط حبة خل صغننين، مش خل ان انا اعوم الخلطة دي فيه، لا، حبة خل كأن هتتشربهم الخلطة ومش هيبقى اي ملامح للخل. يلا بينا اشوف وانا بحط الخل. ازازة الخل بتاعتك و حبة كده هوت صغننين، ما تنزلي بقى. بس كده اهو حطيت حبه الخل وقلبت بالمعلقه وهتتشرب ولا كأنها محطوط خل. طبعا ما تنسوش وانتوا بتدقوا على الرخامه الف ب، طبعا بقول لكم كده عشان انا ما كنتش بعمل كده وكانت هتتكسر مني في مره. لازم تحطوا قماشه كده. انا حضرت الاساس معايا اللي هيطعم الاكل او الطبق اللي انا هعمله النهارده، اللي هو الكبد والقوانص الخاصه بالديك الرومي. وعلى فكره مش شرط ابدا ان انتوا تشتروا ديك رومي عشان تاخدوا الكبد والقوانص بتاعته، لا، في السوبر ماركت بيبقى فيه كبد وقوانص عند القسم بتاع الدواجن، تقدروا تطلبوها هي بس من غير اي تكلفه ان انتوا تجيبوا ديك رومي. يلا بقى بينا نخش على التحضير. بعد ما خلصنا تحضير المكون الاساسي اللي انا هعتمد عليه في تطعيم الاكله دي، يلا بينا. تركايه بقى لطيفه جدا انا هعملها. ايه هي؟ ان انا هجيب معلقه واجي عند الخلطه اللي انا عاملاها اخد منها ايه، حبه كده هو صغننين، واقوم حطاهم على الكبده كده ومقلبه.
هياخدوا الريحه، يعني الريحه بقت بتاعه الثوم والكمون والخل والحاجات دي. طبعا عشان تعرفوا تقطعوا الكبده كده وما تتهريش منكم لازم تكونوا او يعني تستغلوا وهي قبل ما تفك خالص، يعني مجمده وقبل ما تفك نهائي تبتدوا تقطعوها كده وتاخدوا معلقه من الخلطه وتحطوها وتقلبوا عليها. هتلاقوا بقى ريحتها اتغيرت بريحه الخلطه اللي هي فيها الفلفل والخل والملح والكمون والكزبره والثوم طبعا. بعد كده هنبتدي نعمل ايه؟ هجيب ثواني بقى كده الحاجه اللي انا او الطاسه اللي انا هشتغل فيها بتحطوا فيها زيت كميه كويسه كده، الزيت المتوفر عندكم، زيت بقى عباد شمس، زيت اللي انتوا عايزينه وانتوا حطوه. ونبدا نقول بسم الله. ابتديت طبعا انا ولعت خلاص النار، هبتدي احط والنار كده بتبتدي دافيه. ده ايه ده يا دعاء؟ بصوا يا جماعه دي ليا تمام، انا مش من عشاق الليا تمام، بس الليا دي هي اللي بتطعم الحاجه، او بالذات لما تكوني بتعملي اي نوع كبده. يعني هتلاحظوا ان انا اتعاملت مع الكبده بتاعت التيجي الرومي كانها كبده من عند الجزار تمام. فدي ليا قطعت حتت صغننه جدا زي ما انتم شايفين لا تذكر. هبتدي احطها في الزيت وهو لسه بيدفى كده، لانه الليا معروفه يا جماعه ان هي ما ينفعش تتحرق. فيلا بينا نحطها. عايزه اقول لكم ان انا اهو حطيتها، هي مش باينه اصلا من كتر ما انا مش من محبيها قوي، ولكن هي بتطعم كويس جدا. فانا هخليها كده بس. اول ما اشم ريحتها هبتدي احط على طول الفلفل اللي انا مقطعاه، لانه اساس الكبده الفلفل، بصرف النظر بقى عن الفلفل اللي انا عملته في الخلطه اللي هي اساس الطبق بتاعنا النهارده. اول ما الريحه بتاعتها تطلع، لان انا ما بسيبهاش تتحرق، اللي هي عمرها ما بتسيبيها تتحرق تمام. هي بس الريحه ابتدت دلوقتي شماها طبعا تطلع معايا كده اهوت، والصوت بتاعها يتعمل، فبسيبها كده شويه لكن ما بخليهاش تتحرق. يلا بينا. حتى بصوا لونها مش بيتحرق خالص خالص يا جماعه. بصوا طبعا على فكره الصينيه بتاعت ماما دي كانت جديده، انا اللي عملت فيها كده وبوظتها لها، فانا لازم اتحمل نتيجه ده. يعني ما بتقدرش تديني اي صينيه عدله عشان انا اللي بوظتها. فمشوا معايا بقى اليوم. خلاص هبتدي يا دعاء. هتحطي ايه؟ يلا بينا نحط الفلفل اهو. سامعين الصوت؟ نوطي النار بقى. انا من الناس اللي بتجري اول ما بيسمع او يحصل صوت انفجار الزيت. عايزه اقول لكم ان انا شايله قلب الفلفل عشان ما يكونش فيه قلب، ورغم كده لازم يتبقى. طبعا هو ده الفلفل، حابين تكتروا فلفل اكتر طبعا دي حاجه ترجع حسب رغبتكم انتوا. بنستنى عليه شويه لغايه ما لونه يدبل كده، يعني لون الاخضر بتاعه والخضار يدبل شويه، وبعد كده هقول لكم هنحط ايه. يلا بينا. زي ما انتم شايفين طبعا قاعد. فانا دلوقتي بقى خلاص جه الوقت، ما بسيبهوش يتبل خالص قوي، ولكن زي ما قلت لكم وسع عشان ابتدي احط الخلطه الاساسيه اللي هي الثوم مع الكزبره مع الكمون مع الملح والخل. يلا بينا. بصوا بقى الحلاوه اهوت، انا حطيت الخلطه كلها في القلب كده، وسعت لها مكان. عايزه اقول لكم اصلا ان اللهم صل على النبي الفلفل وهو مع الليا والزيت في البدايه ندي ريحه، ودلوقتي الريحه فظيعه. نبتدي نقلب بقى كده عشان الفلفل يتشبع كمان من الخلطه اللي انا لسه طالبه. عايزه اقول لكم الريحه حوار بجد، بس حوار بس. هقلبه كويس بقى كده واستنى عليه حبه عشان هنحط كده. يلا اهو استنيت عليه شويه لما تبل مع التتبيله، ورحت خدت جنب كده وحطيت الكبده. مش هقلبها دلوقتي خالص عشان اولا ما تتهريش مني، وثانيا عشان خاطر يعني اسيبها تنزل الميه بتاعتها. فهنخليها كده اهو، وما ينفعش اصلا هتلاقوها لازقه، فلازم نسيبها شويه تاخد الصدمه بعد كده نقلب. يلا بينا. انتوا للاسف مش متخيلين الريحه عامله ازاي.
بس على ضمانتي الريحه انا حاسه ان انا حاولت كبده نوع من انواع الدواجن، يعني لاني كبده بقى عربيه كبده، يعني انا واقفه دلوقتي في عربيه كبده ومطعم كبده، بس الريحه ملهاش حل بجد، ملهاش حل. زي ما انتم شايفين اهي هي حتى ميتها ما نزلتش، يعني انا يعني مستغربه، بس بجد الطريقه حلوه. عايزه اقول لكم ان انا ما كانش ليا في المطبخ خالص، هي كل الحكايه ان انا بقالي كام فتره كده بتفرج على فيديوهات لاكلات وشيفات بيعملوها، وباخد من كل شيف منهم الطريقه اللي احس ان هي فعلا تركايه فعلا هتفرق في الاكله، وافضل اجمع، يعني مش شرط اعمل طريقه شيف من اولها لاخرها، ولكن اتفرج على نفس الاكله لاكتر من شيف واخد منها التركايه. بصوا بقى، فانا هسيبها كده حتى لونها ابتدى يتغير خالص وتاخد صدمتها، هنسيبها شويه وهقول لكم هعمل ايه بقى اخر تركايه. يلا مع بعض. اظن مفيش جمدان كده. عايزه اقول لكم بصوا هي ابتدت خلاص على السوا، بصوا مش منزله بقى ميه كتير، بصوا مفيش اصلا ومش لازقه، رغم ان انا حطيت الليه وكده. عايزه اقول لكم ان يمكن التصوير مبينها ان هي فاتحه، لكن هي قدامي خلاص، يعني انا اصلا هقفل عليها كمان. بس بقى حابه اعمل ايه؟ حابه اعمل حاجه رشه كده جميله، يلا بينا اوريها لكم. الريحه صعبه، الريحه تحفه تحفه بجد اهو. اظن بقى استنيت عليها شويه كمان، اللون بتاعها فرق جدا وظهر. ايه يا دعاء اللي انت هتحطيه؟ هحط فلفل فريش، مش محتاجه بقى ان انا ياخد لون ولا يدبل اللون الاخضر بتاعه، لا انا متعمده ان انا اكون حاطاه فريش. بتقلبه كده، استنى بقى نقلب كويس ونرجع اهو. يا جماعه استوت خلاص تقدها، حسيت ان هي عايزه حبه ملح فرحت زودت حبه ملح صغننين. بعد كده هو برده الفلفل الاخضر اللي انا لسه حطاه مش هسيبه لانها فعلا استوت، يعني انا خلاص يعني ثانيه كده وهقفل عليها. والتركايه الاخيره هي عصره ليمون. اللي بيحب يعمل الليمونه كامله يعصرها، اللي بيحب المزازه قوي، اللي زي حالاتي عادي حاجه مقبوله، يبقى عصره ليمون كده اهوت، وهو دوت التاتش النهائي. عايزه اقول لكم بقى ان ريحتها مع الليمون فرقت جامد جامد. اتمنى تكون عجباكم، وان شاء الله لما تجربوها انا واثقه ان هي تعجبكم، لان هي ريحتها قتلاني من دلوقتي. فبجد اتمنى تجربوها، سواء بقى حابين تجربوها حتى بكبده الفراخ والقوانص بتاعتها ليه لا، او الكبده العاديه اللي انتوا هتجيبوها من عند الجزار. طبعا انا ايه ثواني بس كده، انا كنت هشيلها كده كده بذرة الليمونه. واتمنى ان ما تجربوها الطريقه تعجبكم، وبالف هنا وشفا. وكمان لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشجعوني سواء بلايك، او لو عندكم اي استفسار عادي جدا اكتبوا لي في الكومنت، وكمان سبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. واحب اقول لكم يامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.